قوة الظالم وسلاحه وخبزه بصدور عالية ورؤوس مرفوعة طالبة بحياة الحرية والعزة والكرامة والمساواة لجميع أفراد الشعب بدلا من حياة القهر والظلم والفقر. وكان شعارهم في كل مسيراتهم سلمية فقتل الشباب والشيوخ والنساء والأطفال على امتداد زمن الثورة حتى سقط الرأس المشؤوم وبقي الجسد متمثلا في عائلته وزبانيته، ولا بد للجسد أن يقطع ويدفن حتى تطهر البلاد من هذا الدنس. عزيزة على قلوبنا هذه المديرية، مديرية الشاهل، مديرية العلماء، مديرية الفقهاء، مديرية القيادات الوطنية، مديرية الشهداء، مديرية الشهيد زكريا الشرفي والشهيد حسن الوظاف. هذه المديرية التي لها مكانة خاصة في قلوبنا وفي خارطة المحافظة والجمهورية. نحتفل اليوم بمناسبتين غاليتين. الأولى هي انطلاق الذكرى الثانية لانطلاق ثورة فبراير السلمية التي كانت ثورة للتغيير انخرط فيها كل أبناء الوطن من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية، وفي مقدمتهم الشباب قدموا التضحيات، سكبوا دماءهم، قدموا أرواحهم من أجل يمن جديد يتسع لكل أبنائه، لا مقام فيه ولا مجال فيه لظلم ولا لاستبداد ولا لاستحواذ ولا لإقصاء. يمن يتسع لكل أبنائه بمختلف توجهاتهم ومشاربهم.